هو مين اللي قال عشان نتغدى غدوة حلوة أو ناكل أكلة حلوة لازم تبقى مكلفة؟ طب ما احنا ممكن نعمل غدوة حلوة وعلى قد الإيد وتبقى في منتهى الجمال. معايا النهاردة أجنحة الدجاج، هنعملها مع الخضار والبطاطس، حاجة كده في منتهى الجمال. صينية كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، تنفع تعملي عليها عزومة. حاجة كده على قد الإيد. أجنحة الدجاج انتوا عارفين ان سعرها مش عالي، يعني الكيلو حوالي كده من 25 ل30 جنيه، يعني أكلة كده موفرة. هنجيب بس كيلو من أجنحة الدجاج، وتعالوا نشوف الصينية العظمة دي هنعملها ازاي. طعمها جميل جدا، كل اللي هيدوقها مش هيصدق ان هي أجنحة دجاج من كتر حلاوة طعمها. بصوا شايفين شكلها كأنها مشوية، والبطاطس والخضار حاجة كده ولا أحلى ولا أروع من كده. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما عملتيش اشتراك، وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف هنعمل الوصفة الجميلة دي ازاي. أول حاجة معايا أجنحة الدجاج. أجنحة الدجاج حوالي كيلو ونص من الأجنحة. طبعا انتي على حسب الكمية اللي انتي هتستخدميها لأفراد الأسرة. أول حاجة قطعت الحتة الزفرة اللي هي بتبقى رفيعة كده في الجناح، دي بتبقى الزفارة فيها زيادة شوية، فأنا بشيلها ملهاش أي لازمة. وبعد كده بغسل الأجنحة بتاعتي كويس جدا وبنضفها، وبعد كده بسيبها في محلول النقع اللي هيشيل معاكي أي زفارة، وهو عبارة عن ليمون وشوية من الخل ومعلقتين كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الدقيق. بسيب بقى الأجنحة بتاعتي في محلول النقع ده لمدة نص ساعة، وبعد كده بصفيها واغسلها كويس. تعالوا بقى بعد ما صفيناها نتبل الأجنحة بتاعتنا. التتبيلة دي روعة، عبارة عن ايه؟ معلقة ملح، معلقة من الفلفل الأسود، معلقة من البابريكا، معلقة من بهارات الفراخ، معلقة من الزعتر، ومعلقة من الصويا صوص، ومعلقة من الصلصة، ورشة من الزيت. تتبيلة في منتهى الجمال. كمان بقى التركة معايا هنا معلقة من السكر، هتخلي التتبيلة بتاعتي طعمها ولا أحلى ولا أروع من كده. كمان التتبيلة ديت ينفع تعمليها للأجنحة المشوية، بس هتضيفي عليها معلقة كبيرة من الخل. بس طبعا أنا هنا مش هضيف الخل لأن احنا مش هنعملها مشوية. هقلب كويس الأجنحة بتاعتي مع التتبيلة الحلوة دي واسيبها لمدة كده ربع ساعة، وعشان خاطر تتشرب من التتبيلة. تعالوا بقى عقبال ما الأجنحة تتبل معانا نشوف الخضار اللي هستخدمه في الوصفة دي مع الأجنحة. أول حاجة معايا البطاطس حوالي نص كيلو، وهقطعها حلقات، والحلقات بتاعتي لا هتكون رفيعة ولا سميكة، هقطعها كلها متساوية علشان خاطر تاخد سوا واحد. وكمان معايا بقى طماطمتين مقطعاهم مكعبات، وحبة بصل كده يعني مثلا 4 5 بصلات مقطعاهم طرنشات، وكمان معايا فلفلاية رومي قطعوها طرنشات. ولو حابة بقى الوصفة بتاعتك تبقى سبايسي ممكن تضيفي حباية من الفلفل الحار، هتدي طعم حلو جدا. وهتبل بقى الخضار بتاعي كده بمعلقة من الصلصة، ومعلقة من الملح، ومعلقة من الفلفل الاسود، وهبدأ ادعك الخضار كده كله مع بعضه، البطاطس مع الطماطم والبصل والفلفل الرومي، وهبدأ ارصهم في الصينية زي ما انتوا شايفين. شايفين جمال الصينية بتاعت الخضار لوحدها تفتح النفس، حاجة كده جميلة جميلة جميلة. هبدأ بقى أرص الأجنحة بتاعتي فوق كده الخضار والبطاطس، وهبدأ بقى أسويها كويس جدا في الصينية بتاعتي. ممكن طبعا تستخدمي بايركس، ممكن تستخدمي صينية ألمونيوم، اللي عندك استخدميه. والباقي من التتبيلة نزلت بيه على الأجنحة كده، وبدأت بإيديا كده أشرب الأجنحة منها. وكنت خدت شوية من الخضار في بولة عندي علشان خاطر بعد ما ارص الخضار والبطاطس والأجنحة انزل بشوية الخضار اللي انا خدتهم على الوش. شايفين بقى الجمال؟ انا مش عايزة اقول لكم انا بحب الاكلة دي قد ايه. يعني انا بحب جدا الاجنحة بتاعت الدجاج، وخصوصا بقى مع الخضار اللي احنا عاملينه والبطاطس. اكلة يا حبايبي روعة خطيرة، لازم تجربوها، هتعجبكم جدا.
مسمياها الأكلة المنقذة، أكلة المستعجلين. يا دوبك هتجيب الأجنحة زي ما شفتوا كده ونضفناها وتبلناها مع الخضار وزي الفل. طبعا تقدري تستبدلي الأجنحة بتاعتنا دي بفرخة متقطعة 8 قطع أو فرخة متقطعة 4 قطع، وهتمشي بنفس الخطوات في تتبيلة الفراخ بتاعتك والخضار، وهتبقى حلوة جدا جدا. هبدأ بقى أرش كده رشة من الزيت على وش الأجنحة علشان خاطر تدي كده لون محمر شوية كده، لون هيبقى حلو جدا بعد ما نسويها. وكمان علشان خاطر ورقة الزبدة ما تلزقش في الخضار والأجنحة. نبدأ بقى ندخل على مرحلة التسوية، سهلة جدا. أول حاجة هكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 قبل ما أحط الأجنحة بتاعتي بتلت ساعة. يعني أنا عايزة الفرن بتاعي يبقى فرن سخن جدا. وهبدأ بقى أغطيها بورقة الزبدة كويس جدا جدا كده، واضغط عليها بإيديا زي ما انتوا شايفين، والف الصينية بتاعتي كويس جدا. وبعد كده هلفها بورق الفويل. طبعا ما ينفعش نحط ورق الفويل على الخضار على طول او على الاكل على طول عامة، علشان خاطر ده مش هيبقى صحي. فلازم اي وصفة بتعمليها عايزة تغطيها وتدخليها الفرن، لازم الاول يا حبايبي تحطوا ورقة الزبدة، بعد كده تحطي عليها ورقة الفويل بتاعتنا. طبعا هنلفها بقى كويس جدا جدا. خدي بالك كده معايا، احنا ما حطيناش ولا نقطة مية على الأجنحة أو الخضار. ليه؟ لأن الخضار هينزل المية بتاعته، وكمان الأجنحة هتنزل المية بتاعتها مع البخار، عشان احنا مغطين الصينية فهتستوي حلو مش محتاجة أي مية. وتعالوا بقى اقول لكم هنسويها ازاي. طبعا الفرن بتاعي احنا كنا مشغلينه زي ما قلت لكم ومسخنينه كويس جدا. هحط بقى الصينيه بتاعتي على الرف اللي تحت من الفرن، يعني على الرف المباشر على طول للنار لمدة تلت ساعة أو نص ساعة. وبعد كده هرفعها على الرف الأوسط من الفرن لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة كمان. وبعد كده بقى هختبر السوا بتاعتها بخلة أو بسكينة كده بطرف السكينة. ولو لقيت إن الخضار تمام استوى معايا والأجنحة، هبدأ أشيل ورقة الزبدة وورقة الفويل بتاعتي، وهفتح عليها الشواية شوية علشان خاطر تاخد الوش المحمر القمر ده. مش عايزة تفتحي الشواية، هي هيبقى فيها برضو الوش بتاعها احمر كده شوية، بس احنا عايزين نديها ايه اللون القمر دوت. وبعد كده بقى زي ما انتوا شايفين هرش عليها كده رشة من البقدونس، شكل وطعم وريحة مش عايزة اقول لكم على الجمال. ودي كانت وصفتنا النهاردة، انا بسميها اكلة المستعجلين والاكلة المنقذة بالنسبة لي. اكلة على قد الايد وسهلة وسريعة وبسيطة وطعمها لذيذ لذيذة. تقدروا بقى تاكلوها جنب شوية رز، او مش لازم رز، بالعيش كده تغميزة حلوة للخضار الحلو دوت. وكمان الأجنحة لازم تجربوها هتعجبكم جدا. ودي كانت وصفتنا النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ساعدني جدا متابعتكم. واستنوني هنعمل مع بعض وصفات حلوة كتير كتير. أسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.